السلام عليكم واهلا بكم في فيديو عملي جدا من اوله لاخره. هتلاقيه ان شاء الله حاجات عمليه مع بعضنا سوا. هنتكلم فيه بقى عن التفصيل ازاي تعمل الكورس بتاعك وترفعه على المنصه وتعمل الجروب بتاعه تبع المتابعه ويبقى منظم لاقصى درجه، وكمان ازاي يبقى معاك موبايل ابلكيشن خاص بالكورس بتاعك بحيث ان اي حد يقدر يتفرج على الموبايل على طول. وكمان هنشرح ازاي حد ياخد اكسس للكورس بتاعك. فبعد ما تخلص الفيديو دوت هيبقى معاك بالفعل السيستم كامل اللي احنا كلنا بنستخدمه. ثم الفيديو الجاي بقى هنشرح بقى الفانلز وهكذا باذن الله بالتفصيل ممل. بفكرك سريعا بس قبل ما نبتدي انك لو حبيت تشترك من جوه ليفل من خلالنا فهتلاقي في اللينك من تحت بيديك 30 يوم بدل 14 يوم، بما ان هم الحمد لله سبونسر ليا. وكمان بيجي لك ايميل على طول في نفس الوقت بيدخلك على الجروب بتاعنا تبع المتابعه اللي فيه اللايف، فيه استشارات، في سناب شوتس، في اكتر من سيستم تاني بينزل. بدل يعني لو انت عندك سيستم تاني عايز تعمله دون سيستم الكورسات، ففي اكتر من سيستم تاني بينزل بالفعل. يعني في حاجات اللي انا بشتغل مع العملاء وسيستمز كتير جدا ليها سوشيال ميديا، صناع محتوى، دكاتره، حاجات كتير جدا هتلاقي ان شاء الله موجود على الجروب تبعنا. بس نبتدي الاول بقى حاليا في سيستم الكورسات ونرجع تاني ونتكلم اول حاجه عن الخانه الرئيسيه بتاعه سيستم الكورسات تبع جو هاي ليفل، وهي الممبرشيبس. تعال نشوفها ونشوف هي بتعمل ايه. المكان المخصص للكورسات تبعك لو انت في حاجه بتعملها بقى كوميونتي جروب معين بتعمله ومرتبط بكورس كمان، فازاي الناس بتشترك في الكورس بتاعك وبتجمعهم، تعمل كورس ازاي وترفعه ازاي والدومين ازاي، والقصه الجميله ديت من اكتر الحاجات اللي الناس بتستخدمها اصلا جو هاي ليفل، وهي منصه قويه جدا جدا في الكورسات. انا حتى الان يعني ده الاكونت بتاعي سريعا، الممبرشيبس تبعي، فانا في 69231 يوزر موجود عندي على فريلاند زاويه اللي هي الاكاديمي دوت فريلاند زاويه دوت كوم. لو دخلنا عليها من بره كده ده شكل الاكاديمي بتاعتي، واقول لك ازاي اعمل الدومين وازاي اعمل كل حاجه. هو بس داخل على طول فهنعمل لوج اوت، عايزين نشوف شكلها عامل ازاي من بره بالشكل الجميل بتاعنا. فريلاند زاويه دوت كوم اقوى مجتمع عربي مستضيف عمل حر. تدخل عليه بعد زي ما دخلنا هتلاقي بقى في الكوميونتي بتاعنا من جوه، هتلاقي في الجروبس. يعني تعالوا ندخل. لما بدخل بلاقي في الكورسات اللي انا رافعها على المجتمع بتاعي تبع فريلاند زاويه، كمان في الجروبز اللي انا عاملها. لو دي كورسز او اخترت الكوميونتيز هلاقي في الجروبز بتاعتي اللي انا عاملها، ممكن ابدل من هنا لهنا لهنا. دوت مثلا جروب كامل فيه 9100 واحد بتاع فريلاند زاويه دوت كوم، وعليه اصدقاء مشتركين فيه كتير. في طبعا جو هاي ليفل اللي انتم موجودين عليه المفترض حاليا، فهتشوفوا احنا لسه بنحدثه ولسه هننزل الحاجات دي كلها ان شاء الله. فهتلاقي بالشكل دوت، هتلاقي في حاجات ثانيه بتاعت كورس قناه اليوتيوب 1300 واحد مشتركين عليه وهكذا. فازاي ده كله بيحصل من خانه الممبرشيبس. الممبرشيبس تدخل عليها من هنا بالشكل البسيط دوت، بيقول لك والله انت عندك حاجه اسمها كلاينت بورتال. الكلاينت بورتال ديت يعني ايه؟ يعني الوحده التحكم الخارجيه بتاعتك انت يا سباعي لو عايز تبعتها لحد. حاجه زي كده لما بنخرج من هنا، حاجه زي ديت اللي بنظبطها وبندخل عليها ونظبط قعدتها كلها. فبيقول لك الكلاينت بورتال بتاعنا اللينك بتاعه كده، بس هو في الاساس لما بيجي لك ما يبقاش اللينك بتاعه كده، احنا اللي بنغيره من السيتنج. هقول لك ازاي دلوقتي. فديت الحاجات الاساسيه بتاعتنا. في بعد كده لو عايزين نعمل كورسز من هنا بنعمل في الداشبورد بتاعت الكورسز، في الكوميونيتيز الموجوده، في لو عايزين نضيف شهادات لحد بعد ما يخلص الكورس بتاعنا. اول حاجه الكلاينت بورتال، في السيتنجز، وفي البراندد موبايل اب. ده لو انت عايز تعمل لك موبايل اب ليك مخصوص باسمك بالدومين بتاعك بكل حاجه، وبترفع في الاي او اس وبترفع في الاندرويد، بس ده بيكلف $50 في الشهر. مش محتاجينه، انا بقالي سنتين وشويه على جو هاي ليفل مش محتاجه خالص، كافي ووافي تستخدم الحاجات الاساسيه على جو هاي ليفل مالكش دعوه دوت. كلاينت بورتال هندخل على السيتنجز، من هنا بيقول لك اعمل الدومين بتاعك، اعمل براندنج لو انت عايز تعدل في الالوان، عايز تظبط اللوجو بتاعك. يعني مثلا اهو اللوجو بتاعنا اهو كوبي رايتس ات فريلاند زاويه، اقوى مجتمع عربي للمصادقه العمل الحر، اللي هي ظاهره لك هنا بالفعل، اقوى مجتمع عربي للمصادقه العمل الحر اهي، وكلمه فريلاند زاويه اللي انا كاتبها من هنا، واللوجو بتاعنا دوت ظاهر ازاي يا سباعي عشان انا حاطط اللوجو بتاعنا من هنا في الفافيكون من هنا، وفي اللوجو من هنا. طيب ازاي واخد الالوان ديت؟ يعني واخد الالوان اللي انا بحبها المفضل ليا، عشان انا مختار له في البراند كلر 1 والبراند كلر 2، بقول له اختار اللون ده واللون دوت، هتظبطهم هيتظبط معاك الشكل ده. طيب في حاجه مهمه، لو انت عايز بقى تعدل الدومين بتاعك، يعني هو لما هيظهر لك مثلا اب جو هاي ليفل 0015 حاجات مش احسن حاجه. احنا عايزين نخليه academy.freelandzawia.com، academy. اي حاجه بتاعتك .com، الموقع بتاعك تسميها اي حاجه. فتدخل على الدومين سيت اب من هنا، وبيقول له والله انا عايز اعمل كاستم دومين. فبيقول له الكاستم دومين بتاعك اللي هتعمله ايه؟ لو انا هعمل موتيفاي مثلا هقول له انا عايز لازم يكون الدومين في الاساس بتاعك. فانا معايا دومين freelandzawia.com، ده انا شاريه
موجوده عندي على جو دادي، انت عندك هوستنجر، عندك اي حاجه، فانت بالفعل شاري دومين. بعد كده بتقول له انا عايز اي حاجه قبل الدومين عادي، ممكن تسميه كورسز دوت فريلانسر دوت كوم، او تسميه اي حاجه حرفيا، يعني ممكن تسميه هاي دوت فريلانسر دوت كوم، ممكن تسميه اهلا يا عم اهي دوت فريلانسر دوت كوم، اي حاجه، وهتدوس له بعد كده كونفيرم. فلما هتدوس له كونفيرم هيديك يقول لك روح فعل الدومين بتاعك على الاستضافه بتاعتك، سواء جو دادي سواء اي حاجه، فديت انت بتعملها على طول وبيفعلها لك، بتمشي معاه وخلاص، بتاخد academy.freelancer.com او اي حاجه انت عاوزها. فدوت الدومين عشان تعدل عليه وتبقى واخد دومين مخصوص. عندنا بعد كده الكورسز. الكورسز في الداشبورد بتاعها بيقول لك والله انت عندك الكورسات بتاعتك الناس بتسجل فيها، وبيديك احصائيه وبيديك كذا، يعني في اخر 30 يوم هنا مثلا في 241 واحد سجل هنا، في 16 واحد سجل هنا في الكورس بتاعي، في دوت بيقول لي بيك اب وير يو ليفت، انت كنت بتتفرج على كورس نوشن ادخل كمله، فبيديني حاجات كده جامب انت كورسز كرييشن، حاجات سريعا بيقول لي انطلق لو عايز تبص عليها. فاحنا فارق معانا هندخل على البرودكت. البرودكت هنا المكان اللي بتصنع فيه الكورس بتاعك، دي الكورسات بتاعتي. انت هتقول له كرييت نيو كورس، هو يقول لك عايز ستارت فروم سكراتش ولا هتمبورت فروم كاجابي، لو انت عندك دوت موقع تبع كورسات، لو انت بالفعل عايز تعمل واحد منهم وتجيب، انت كان عندك كورس مرفوع عليه فعايز تعمل له امبورت من هنا، انا اقول له والله لا ستارت فروم سكراتش، هعمل كورس من السكراتش. اسم الكورس ايه؟ تيست سباعي، احنا بنتست مع بعضينا. الكورس ديسكربشن بتاعك ايه؟ تيست. اكتب الديسكربشن بتاعك كويس، اكتب كل حاجه. بعد كده ابلود الثامبنيل بتاعتنا، هيقول لك الثامبنيل عشان يبقى شكله موجود من بره هنا، فاحنا خلاص ماشي، هنعتبر احنا اخترنا الثامبنيل بتظهر بالشكل الفلاني دوت، فانا مش مختار ثامبنيل، فبالشكل دوت كده حاليا موجوده. سيت اب برايزنج، انت عايز البرايس بتاعه يبقى فور فري ولا ريكارنج، يعني اللي هو بتقعد تحاسب اشتراك شهري، انت عايز مثلا كورس باشتراك شهري كل شهر بيسحب منه $10 مثلا، يعني هو طول ما هو مكمل. فانا اقول له لا في فري ولا وان تايم اوفر، فيدفع مره واحده مدى الحياه بقى معاه. فانا مثلا اقول له ده كورس فور فري حاليا. لو وان تايم ممكن اقول له والله انا عايزه اهو، يعني لو عملت فور فري اتقفل ان انا احط السعر. وان تايم هيقول لي انت عايز ايه، انا عشان عامل العمله بتاعتي في الاساس على الموقع بالاي جي بي، فانا اقول له مثلا ثمنه 1000 جنيه اهو. عايز تحط له ترايل دايز نمبر اوف دايز انتل فيرست بيلينج، لو هو انت عايزه يجرب ايام معينه ويتست فيها، فاحنا لا مش مختارين الحكايه ديت. الحكايه دي موجوده فين؟ في الريكارنت. لو هو هيجرب فانت ممكن تختار الترايل، جرب يا عم لمده 3 ايام فور فري، مش هتدفع حاجه، بعديها هتدفع 1000 جنيه في الشهر. ودي مثلا حاجه منها، احنا اخترنا فور فري خلاص قفلنا كل حاجه. بعد كده كرييت كورس، بيحتفلوا بينا هنا، شكرا ليك انت معاك الكورس هنا. فبيقول لك والله في حاجه اسمها الويلكم بادج، احنا بنديهولك تلقائي، ممكن تبص عليها، بيقول لك ده بادج بيروح للشخص اللي بيشترك، بيبقى بيرحب بيه كده، بيقول له اهلا بيك انت بدات معانا. لو عايز تبص عليه حتى، يعني لو دوست على العين ديت بريفيو هيجي لك الشكل دوت. كورس ستارتد ليتس بيجين يور جيرني، ينفع تعدل عليه على فكره، وينفع تعمل كاستمايز للحاجات دي كلها بشكل سريع جدا وسريع جدا، بس هي مثلا ديت شكلها لذيذ، اول ما يبتدي في الكورس بتاعك بيجي له ده. بعد كده هو بيقول لك دي حاجات لو انت عايز تمسحها، ودي اخر حاجه يعني ممكن تعدل عليها، وبيقول لك ويلكم بورد، بيحط لك كديمو، يعني ديمو تيست تشوف عليه. ليسون واحد انت تعدل على كل حاجه، ليسون اثنين، ليسون ثلاثه، وهكذا. الكورس كرييشن كومبليشن كريديشنال، لو انت خلصت عايز تضيف له في الاخر بعد ما هو يخلص خالص الكورس، عايز اللي يظهر، لو احنا عملنا على العين فهيظهر له دوت حاليا اللي احنا مختارينه السيرتيفيكيت اللي انت خلصت بالكونتاكت نيم، اللي هو الاسم اللي هيبقى اسم الشخص المشترك معانا، وبياخد بعد كده ممبرشيب برودكت. فدي حاجه اسمها الكاستوم فاليو، ودي هنتكلم عنها لوحدها. كاستوم فاليو يعني حاجه معينه موجوده في جو هاي ليفل او في السيستم بتاعنا، بتتغير على حسب كل واحد مسجلها ازاي. فانت هنا على حسب اسم البرودكت بتاعك، اللي حسب البرودكت اللي هو الكورس اسمه تيست، فهيظهر له اللي انت خلصت كورس تيست، وهكذا. بين القوسين دولت بالطريقه ديت كونتاكت نيم، معنى كده ان هو هيظهر له هنا الكونتاكت نيم الاسم بتاع الشخص اللي خلص الكورس، فدي بتتغير على حسب الشخص اللي بيخلص الكورس. فدي هنتكلم عنها بالتفصيل لما ندخل على الكاستم فاليو ان شاء الله. بس هنرجع تاني، انت عايز تعدلها، لا مش عجباني يا سباعي، فاقول لك دوس عليها من هنا وابتدي غير. هل انت عايزها لما حد يخلص الكورس يطلع له شهاده، فتختار شهاده من الامثله ديت، ولا يطلع له بادج فياخد البادج دوت من حاجات من دولت، ولا انت عايز تعمل حاجه ثانيه فيقول لك ماي تمبلت، انت تعمل له شهاده مخصوص ليه ولا تعمل له بادج مخصوص ليه، براحتك. فاحنا والله خلاص هنقول له لا السيرتيفيكت، والسيرتيفيكت ديت عجباني بالشكل دوت فابلاي. فلما حد يخلص الكورس هيجي له الشهاده ديت على طول باذن الله.
هو بيتست كده حاليا اهو. change has been saved successfully. طيب يلا نعدل على الكورس بتاعنا ازاي؟ احنا نعدل من add content من هنا مثلا على طول add lesson. فيقول لي انت عايز تضيف ليسون وهتضيفه في انهي موديول؟ الكورس كونتنتس. طب ايه فين الموديول يا سباعي؟ دوت الموديول الكورس كونتنتس دوت الموديول اهو الكبير وينفع تقفله، وديت الليسونز اللي تحتيه. طب انت عايز تعمل موديول لوحده اهو اد كونتنت، انا هضيف موديول هتسميه ايه؟ تيست واحد. كريتنج موديول بقى في عندي موديول تيست واحد. طب تحت تيست واحد دوت انا عايز اضيف حاجات، فيدخل بقى والله اهو. عايز طبعا ممكن تضيف الديسكربشن تضيف له الصوره بتاعته او اي حاجه اعمل دوت، بس انا لا هروح في تيست واحد واد كونتنت من هنا. هيقول انت عايز تعمل سب موديول يعني موديول تحتيه موديول ولا لا؟ انا عايز اضيف ليسون. فالليسون اللي هضيفه ايه ازاي؟ هسميه احنا بقى عايشين في تيست يلا، فتيست 2 مثلا دوت محطوط في موديول واحد عشان انا معلم عليه كريت ليسون. بقى تيست واحد جواه فيديو اسمه تيست 2 ويلا اضيف كونتنت تاني اد ليسون تيست 3 وهكذا. تيست 2 بعد كده تيست 3. طبعا ممكن تدوس هنا ترفع ده الاول على حسب الترتيب، تنزل ده مكان دوت وهكذا. طيب يلا نعدل. تعال نعدل على الكورس كونتنت اللي موجود هنا. عدل من هنا اهي، فهيجي لك بالشكل الفلاني ده شكله احسن بكتير. الكورس كونتنت من هنا جواه ويلكم بورل ليسون 1 ليسون 2 ليسون 3. الحاجات دي ممكن كلها تعدل عليها. ادخل هنا ولا والله انا عايز اغير الاسم بتاعك ويلكم فريلانزاوية اهو. عدل اللي انت عايزه، شيل الكلام ده كله، اكتب اللي انت عايزه، الديسكريبشن بتاعك اكتب اللي انت عايزه. بعد كده عايز ترفع فيديو في الكورس بتاعك ارفع الفيديو من هنا او ارفع اي محتوى بتاعك هنا. عايز تكتب الكلام، عايز تضيف في الاخر بعد كده بتحط الصوره المصغره اللي هي الثامبنيل للكورس بتاعك. بعد كده بتدوس الداونلود ريسورسز لو في مثلا ريسورس معين بي دي اف معين بينزله، وتكمل الحاجات ديت سيف اند ببلش. شكله في الاخر عامل ازاي يا سباعي؟ تعالى اوريك كورس من الكورسات بتاعتنا بعد ما تخلص. خلاص طبعا في حاجات ديتيلز، في كاستمايزيشن، في اوفرز، في كومنتس، في كريدنشالز، في كوميونتي جروبز. الحاجات دي هنشرحها بالتفصيل ان شاء الله بقى اكتر عشان نتعمق فيها، وازاي تابسل كورس. يعني انا في كورس منزله فور فري، فالكورس اللي منزله فور فري بيبيع لي كورس مدفوع. ازاي التريكات دي بنعملها هنتكلم عنها ان شاء الله في الجزء بتاعها. فتعالى اوريك مثلا كورس اداره تسويق قناه اليوتيوب. هوريك ده مثال عملي شكله عامل ازاي. ده كورس تبعي اهو. لو عايز اعمل له بريفيو كله الكورس كله فهيدخلني عليه. هوريك شكله دلوقتي حاليا بعد ما نظمته بعد ما رفعته عامل ازاي. يبقى بروفينج ان ادمن مود عشان ادمن ماشي. الكورس كونتنت اهو دوت اول موديول تحتيه 1 2 3 4 فيديوهات. شكرا. ده الموديول الثاني تحت الفيديوهات ديت، الموديول الثالث، الموديول الرابع وهكذا. ممكن اروح اعمل كويز، ممكن اعمل كذا. لما حد بيخلص بروح مسهل عليه الدنيا. فدوت الكورس بتاعنا موجود بشكل سريع جدا بالطريقه ديت. احنا قلنا بالظبط الكورسز بنعملها ازاي وشرحناها بالفعل. فيلا نتكلم على الجروبز عشان بعد ما نشرح الجروبز نشرح بقى ازاي ندي حد اكسس ليهم. يعني احنا عملنا كورس وعندنا جروب، طب ازاي حد يدخل بقى اصلا يشترك فيهم؟ هنشرحه فيديو كده ان شاء الله. بس حاليا احنا مع الجروبز اللي هي الكوميونيتيز من نفس النظام. ممبرشيبس بندخل على الكوميونيتيز من هنا هنلاقي الجروبز. انت عندك جروبات ايه يا سباعي؟ عندي والله مجتمع فريلانزاويه، عندي جو هاي ليفل والسباعي، وعندي كورس قناه اليوتيوب وهكذا. هنشرح في المجتمع فريلانزاويه عشان هو انا بنظمه حاليا في 9000 ممبر حاليا، وهوريك بعض الحاجات اللي موجوده فيه. خلينا نعمل جروب ازاي. من كرييت جروب هيقول لك الجروب نيم، الجروب يو ار ال بتاعه اللي هضيفه له بعديها، الجروب ديسكربشن، وعايزه ديسكفري ولا لا، ينفع الناس تشوفه ولا لا. خلي بالك ان بيقول لك get discovered by millions of active users. طب الناس دي اصلا هيجيبونا منين؟ جو هاي ليفل مشتركه مع حاجه اسمها جو كولاب. جو كولاب دوت يعني لو بصينا كده جو كولاب، ده جو كولاب دوت مجتمع كامل، حاجه عامله زي سكول. لو انت عارف سكولز وهكذا دوت حاجه شبيهه ليه. جو كولاب فيه الكوميونتي بتاعته وكل الحاجات ديت، وتدخل عليه وينفع تشترك فيهم وي وي وي. فهو بيقول لك انت عايز الناس تعرف تشوفك ولا انت عايزه برايفت، على حسب تختار انت عايز ايه. البراندنج والكفر واللوجو بتاعك بتعلم عليهم وكرييت جروب فبيتعمل على طول. تعالوا نشرح على حاجه مثلا من الموجوده عندي من هنا ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. دوت سباعي بتاعنا مجتمع فريلانزاويه لوجان. ده الجروب بالفعل موجود بالشكل اللي قصادك دوت. طبعا يعني في ناس بتكتب اهي من ساعه، من ساعتين، من ساعتين، في حاجات من 5 ساعات. فدوت الجروب احنا عاملينه كان انشط من كده وقت ما نزل وقتها. فاحنا في 9000 حد انا عامله ليه دليلك نحو عالم الفريلانس. ايه ده يا اسمع انت منظمه من على الجنب. بص ممكن تلاقي
من على السايد بار كده حاطط الجروب جواه حاجات، يعني هنا في دردشه فريلانسر، فايلات مهمه جدا ليك، مشاركه كذا كذا، الحاجات دي موجوده انا منظمها. هنا الدسكشن في الهوم طبعا على حسب الدسكشن كلها اللي موجوده، فاي حد يعرف يكتب بوست هنا انت بتتحكم في السيتنجز موجوده. في الليرنينجز ينفع تضيف فيها كورس لو انت عاوز، لو انت عامل كورس بالفعل كبرودكت بتيجي على الاد كورس من هنا وتقول والله اي كورس انت عايز تختاره، فتختار الكورس بتاعك اللي انت عاوزه، ثم تقول الكورس دوت هتخليه لكل الممبرز، يعني اي حد على الجروب دوت ينفع يشوف الكورس، ولا على حسب الليفل بتاعه لان الجروب فيه ليفلات، ولا انت عايزه يشتريه فلازم يكون هو مشتري الكورس دوت، ولا تخليه تايم انلوك يعني الكورس دوت نازل بوقت معين، ولا تخليه برايفت شانل، ولا تخليه برايفت. والحاجات التايم انلوك اللي هو كورس ينزل لوقت معين ويتشال، دي فيها حاجات دعائيه هنتكلم عنها ان شاء الله في شرح الماركتنج بتاع الجروبس. بس انا عامل مثلا دوت لاول ممبرز، فانا مختار هنا حاليا اي حد معاه اكسس على المجتمع دوت، فهو في الليرنينج عنده كورس نوشن مفتوح كامل، كورس خط الفريلانس مفتوح كامل، كورس اداره قناه تسويق قناه اليوتيوب مدفوع ب $30، عايز تشترك فيه دوس اوبن، بعد كده هيقول لك روح اشترك في الكورس دوت. يعني خلينا نبص تاني. انا عشان اصلا واخد اكسس ليه، يعني انا اصلا واخد اكسس لان انا ادمن. لو انا مش ادمن ومش واخد اكسس هيقول لي اشتريه وهيربطني بباي بال يقول لي ادفع وهكذا. فدوت ليرنينج موجود من هنا. في ايفنتس موجوده من هنا على حسب لو انت تعمل ايفنت وهتعمل لايف سيشن مثلا، فنقول والله اهي، فتدوس ايفنت وتكريت الايفنت بتاعك، عايز تخليه مدفوع ولا ببلاش على حسب، وتختار اللوكيشن بتاعك تختاره على زوم ولا على ميت ولا ايه بالظبط زي ما انت عاوز. فديت حاجه موجوده لذيذه جدا. في الليدر بورد بيقول لك والله الناس احسن ناس في اخر 7 ايام، في اخر 30 يوم، في اخر اول تايم من ساعه ما انت الجروب بتاعك. يعني عندي صديقنا يوسف الطحان 590. فالحاجات دي بتلعب عليها بشكل كبير جدا. طيب السيتنجز ايه يا سباعي عشان تعدل السيتنجز بتاعتك منين؟ هنبص عليها. الديتيلز، الجروب نيم، اليو ار ال بتاعك، فانا عامله academy.freelancer.com كوميونتي جروبس، انا مسميه فاميلي هنا من على فوق. في بعد كده الديسكربشن، انت عايز تخليه بابليك يعني ينفع اي حد معاه اللينك يشوف المحتوى بتاعك، ولا لازم يكون برايفت فلازم انت تقبله الاول، وعايز تخليه اكسسبل فروم سويتشر زي السويتشر اللي على الجنب دوت من هنا، واي حد ينفع يدعو الناس، فانا عشان دوت مجاني اصلا فانا مخليه هكذا. سبسكريبشن انت عايز تخليه فري ولا عايز تخليه اد برايس، عايز تخليه بفلوس ب $20 مثلا ويدفعوا شهريا ولا يدفعوا مره واحده، فهو مجتمع كامل. في النيوزليتر عايز يبعت ايميلات للناس يقول لهم احسن الحاجات اللي اتعملت في الجروب ولا لا. خلي بالك ان احنا قلنا ان الايميلات بتسحب منك ال 1000 ايميل بحوالي مثلا $1، فانا عاملها اوف عشان مش هقعد اعمل كل شويه ايميلات يعني. في البراندنج زي ما قلنا الكفر ايمج اللي هي حاططها من هنا ديت وهكذا، واللوجو تبعنا. في الثيم، اختار الثيم بتاعك عايز تختار عامل كذا ولا كذا بالشكل تبعك اللي انت حابه. في بعد كده شو هايت، انت عايز تخلي الناس تشوف الليرنينجز ولا تشوف الايفنتس ولا ما تشوفهمش، علم براحتك. طبعا الحاجات اللي احنا قلنا عليها هنا اهي اللي هي الليرنينج ايفنتس، لو انت لغيتها مش هيظهروا للناس، هيظهروا لك انت عشان انت ادمن، انما مش هيظهروا للناس. في حاجه ثانيه ممبرشيب كويستشنز، عايز لما حد يدخل يتسال سؤال معين فتعلم عليه والله اساله سؤال معين، فدي ممبرشيب كويستشنز وهكذا. جيميفيكيشن وريوردز اللي هي انا بخلي الناس بتاخد المستوى الاول ليفل 1 بيبقى مسميه فريلانسر مبتدئ، فريلانسر صاعد، فريلانسر مساهم وهكذا، وينفع تعمل على حسب الليفل بتاعه يتفتح له كورس معين او ياخد جايزه معينه لو عملت له ريورد معينه، اولويه في مراجعه اكونتك. شغل كتير جدا بيحصل. في لينكس دوت كورس دوت قناه اليوتيوب انا حاطه اللينك بتاعه حاطه من هنا فظاهر تحت الديسكربشن من هنا، لو حد دخل عليه فممكن يدخل يلاقي تفاصيل الكورس بتاع اليوتيوب فيشترك فيه على طول وهكذا. فدي اسلوب دعايه نتكلم عنها بطريقه اكتر بعدين. نفس النظام في باقي السيتنجز من هنا. امبورت او ديسكفري ريبورتد كونتنت، لو حد عمل ريبورت بيظهر لك في السكشن بتاعك من هنا. فديت بشكل سريع جدا. طب الحاجات دي تعملها ازاي يا سباعي؟ بص من هنا والله بندوس على ديت يقول لك انت عايز تضيف تشانل، دي تشانلز كلها على جنب. هتسمي التشانل بتاعتك ايه كذا، اسميها مثلا انا عارف انتوا ازاي من تيست معلش. الديسكربشن برضو اهلا بيك في كذا كذا. الشانل ايكون تختار الايكون بتاعتك، عايز تختارها الايكون زي كده، مختار الايكون من هنا، اختار الايكون واعملها. في ممكن تخلي الشانل ديت برايفت يعني فقط الممبرز اللي انت بتدعوهم بيشوفوها، ممبرز معينين مش اي حد يشوفها لو هو انت مش واخد اكسس ليها. او تخليها ريد اونلي تشانل. ريد اونلي تشانل يعني ايه؟ يعني ما ينفعش حد يكتب فيها غير الادمنز بس. حاجه زي كده. انا مثلا فايلات مهمه جدا ليك انا مش عايز حد يكتب، انا عايز فقط انا اللي اكتب، عشان مش عايز المكان دوت
يتملي اي حاجه، دوت مرجع لينا للجروب، فانا بس اللي بكتب عليه. فانا مظبطها بالطريقه ديت، فبيظهر الحاجات ديت عشان اعملها ادمنز اونلي. انما دردشه فريلانسرز انا سايبها اي حد يكتب اي حاجه هو عاوزها بشكل سريع جدا ان شاء الله. طيب احنا كده الحمد لله خلصنا كل حاجه خالص، ناقص لنا الموبايل ابلكيشن بتاعنا. ازاي نعمل موبايل ابلكيشن؟ انا وريتك ان جوه هاي ليفل في موبايل ابلكيشن باسمك بالبراند بتاعك باللوجو كل حاجه، بس ده ب $50 في الشهر. مش محتاجينه لان الحمد لله جو هاي ليفل هي اصلا معاها حاجه اسمها جو كولاب. جو هاي ليفل فجايبه جو كولاب. جو كولاب دوت، لو انا وريتك الشير سكرين زي ما احنا شايفين حاليا، دوت الابلكيشن النيتف بتاع جو هاي ليفل اللي ينفع اي حد يتفرج على الكورسات بتاعتك لو هو داخل بالايميل اللي مشترك في الخدمه بتاعتك. يعني لو وريتك على الواتساب تبعي مثلا رساله لحد مشترك في الكورس بتاع اليوتيوب بتاعي، فانا ببعت له الرساله ديت، لو انت شايفها من هنا، مبروك ايميلك اتفعل، الكورس دلوقتي بقى متاح عندك، اتبعت لك كل التفاصيل. نقدر نوصل للكورس من خلال academy.freelanzawi.com/courses library ديت اللي انا رابطها بالفعل تبع جو هاي ليفل. بعد كده لو عندك مشكله هتلاقي دي الحاجات اللي كانت بتحصل احيانا في جو هاي ليفل، هنقول له لو واجهتك مشكله بسيطه دي خليك عارفها، عشان احيانا الكورس ما بيظهرش من اول مره احيانا، فبتضطر تعمل ريفرش للكورس بتاعك. وبعد كده لو كان لسه ما ظهرش سجل خروج وادخل تاني، بتحصل احيانا لاول مره بس، بعد كده بتتفرج على طول. لو بعد كده بقول له عاوز تتفرج من الموبايل تقدر تنزل ابلكيشن جو كولاب وتتابع منه بسهوله، للاندرويد اهو وللايفون اهو. فانت اكتب على البحث بتاعك جو كولاب هتلاقيه. ده شكله مثلا الابلكيشن بيبقى بالشكل دوت بالظبط اهو موجود. دي الكورس اللي موجود عليه بينزل بالطريقه ديت كل حاجه. وانت لو مشترك معانا بالفعل في الكورس بتاعنا سواء بقى فريلانس زاويه بتاع الفريلانسرز او بتاع اليوتيوب، هتلاقي جربت جو كولاب قوي جدا، ما بيعلقش نهائي الحمد لله، شغال كويس جدا سلس جدا، فيديوهاته بتتفرج عليها بسهوله كانك معاك تطبيق تبع يوديمي منزله على الموبايل، ودوت بيديك قوه وثقل كبير جدا وسط الستودنتس اللي موجودين معاك اللي هم بيتعلموا في الكورس بتاعك. فدي حاجه عظيمه جدا. تطبيق جو كولاب ما استغناش عنه، فهو عظيم جدا الحمد لله. طيب ازاي بقى احنا كده خلصنا كده كل حاجه الحمد لله، ازاي ندي حد اكسس للكورس بتاعنا؟ حد اشتغل الكورس بتاعنا وعايزين نديله صلاحيه دخول ليه. في طبعا الاوتوميشن بيحصل، بس دي نتكلم عنها في سيكشن لوحده بقى بالتفصيل ونسرح في الاوتوميشن، عشان هنتكلم فيها في افكار ماركتنج تقيله جدا ناقص درجه باذن الله. بس حاليا هديك سريعا ازاي تديله اكسس بسرعه بشكل لذيذ. من على الجنب عندك اول ما تدخل على جو هاي ليفل دخلت على السب اكونت بتاعك هتلاقي حاجه اسمها الكونتاكتس. الكونتاكتس موجوده من هنا اللي هي الناس اللي سجلت عندك، هتدوس على الكونتاكتس هيفتح لك السكشن اللي فيه كل الناس اللي موجوده عندك. انا عندي 106,000 كونتاكت، ودول عباره عن الناس اللي كلمتني بقى على السوشيال ميديا او كلمتني على الايميلات او مشتركين في الكورسز وهكذا، فدول الناس كلها موجودين عندي. فانت حد اشترك وهياخد انت تاخد الايميل بتاعه، فليكن مثلا انا الايميل بتاعي سباعي، ده الايميل بتاعي، دخلت عليه من هنا اهو. فهلاقي في حاجه اسمها في الاكشنز من هنا، في اول فيلدز، في دي ان دي دونت ديسترب، في الاكشنز، في التاجز اللي انا واخدها. طبعا وانت يعني مشترك معانا في جو هاي ليفل فتبقى انت دخلت على الكورس اللي فيه الكورس بتاع المبتدئين لجو هاي ليفل بالتفصيل، فانا شارح التاجز، شارح كل حاجه موجوده هناك ان شاء الله، الكورس كامل موجود باذن الله. بس في حاجه اسمها الكلاينت بورتال من تحت اهي، الكلاينت بورتال دي بتاعت الكورسات، هتدوس عليها وهتختار الاوفر انت عايز تديله انهي كورس تبعك. فهو الاوفرز الموجوده، فانا عندي الكورسات ديت بدوس عليها وخلاص كده بيبقى هو دخل اكسس للكورس بتاعها. طيب ازاي بقى يا سباعي تديله تاج فيحصل اوتوميشن فيتبعت له ايميل فمتابعه في كذا في كذا في كذا؟ ده اللي هنشرحه ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله، بحيث ان احنا بس حاليا سيستمنا الدنيا بتاعتنا. انت حاليا الحمد لله بقيت عارف الدنيا شغاله ازاي، السيستم بتاع الكورسات شغال ازاي، كل حاجه معاك. هنتكلم في الفيديو القادم عن الفانلز، ازاي بقى تعمل فانل احترافيه زي اللي انت بتشوفها حاليا وتربط فيها الفورم بتاعتك وكل حاجه. وبعد كده هنتكلم عن الاوتوميشن بشيء من التفصيل، ثم هنختتم باذن الله بالماركتنج بلان وكل حاجه بنعملها في الكورسات. اشوفك على خير في الفيديوهات القادمه. السلام عليكم.